أتمنى خروج وإخفاق المنتخب المغربي من الدور الأول. لا. بسبب إخفاق المنتخب وإخفاق فوزي لقجع وإخفاق إخفاق مخططات فوزي لقجع. على الأقل احنا أنا تمنيت، تحدثت بحرية شخصية، وتمنياتنا بخروج المنتخب المغربي. يعني في اعتقادك المغرب غير مرشح؟ بالنسبة لي راح تكون صعيبة عليه، الملاعب راح تكون في المستوى العالي. المغرب يعول على الفوز بكأس. حتى المنتخبات الأخرى معول باش تفوز اعتقادك المغرب غير مرشح؟ بالنسبة لي راح تكون صعيبة عليه، راح يكون ضحية الضغط يعني. الضغط. أعطيني 1 2 3. نعطيك مصر. نعم. مصر تضحى في قائمة المرشحين. مصر منتخب اللي يعرف يفوز خارج مصر، خارج الديار. كان ما بين الجزائر والمغرب في نعطيك هذا الربعة هذوما. لا يمكن للجزائر أن تفوز بكأس. منتخب الجزائر راح تكون حاضرة، ومفاجأة سارة وهي الظروف المناخية موجود، كل المؤشرات الإيجابية اللي تخلينا نكون إن شاء الله في المستوى. نكلم لك هيدا عمر، بالضبط ممكن. شوف في 88 كان عندهم منتخب قوي، صح. لاعبين ارمادا تاع اللاعبين تقريبا كانوا ينشطوا كاع في انديه اوروبيه. ونعطيك على سبيل المثال عزيز بودربالة، كريمو، كان بدو الزاكي، كان بياز، يعني منتخب جيل ذهبي، ولكن الحق المرتبه الرابعه.